أكلتنا لليوم طاووق بطريقة كتير مميزة بالفرن، يعني مثل ما بنشويهن على الفحم وحتى أطيب. مش بس التتبيلة طيبة، كمان طريقة الشوي رح أعطيكم إياها لتطلع معكم بهذا الشكل المرتبة وطيبة مع البطاطا والبصل والحر. بدنا كيلو من الدجاج، صدورة الدجاج نخليهم مثل ما هن شرائح، ما بنقطعهم ابدا. نحط عليهم تتبيله هلا بكتب لكم اياها انا بالبايو. اوكي، بنعملهم هيك بالشياش. بنحط باول صينيه بطاطا مع بصل مع حر، نحط عليهم بس زيت زيتون، اوريجانو، رشه ملح ورشه فلفل اسود، ونحطهم هيك بالفرن على درجه حراره 200 من تحت ومن فوق لمده نص ساعه. بعد نص ساعه بنصير نشيل من الصوص اللي نزل بالصينية، وبندهن فيها الدجاجات من على الملتين، ونرجع بنقلبها لمدة كمان تقريبا شي ربع ساعة. بعمل انا هون الصوص للخبز. حطيت ملعقتين رب البندورة، دبس البندورة، ملعقة فليفلة مطبوخة، ملعقتين سمسم، و3 ملاعق زيت زيتون، وملعقة دبس رمان. هيدي دهنت فيها الخبز. هيدي الخبز بيعطي طعم كتير كتير طيبة مع هيدي الوصفة. شوفوا ما شاء الله هيك استهنوا وبالفرن هون كيف بلشوا استووا معنا واخدوا اللون الحلو. ملاحظين انتو هالطريقة كيف تطلع معكم عن جد طيبة. بنصحكم تجربوها مع هيك البطاطا. ما تحطوا ابدا ماي مع البطاطا، ما تحطوا ابدا ماي، وخلي الصوص تنزل بالصينية مثل ما انتو شايفين، مش على البطاطا، لتطلع معكم هيك البطاطا مشوية اخدي طعمة الزيت الزيتون والاوريجانو. عن جد طعمتها كتير طيبة، بس هيك تكون بلا صوص بلا شي. اوكي، او شوفوا بالنسبة للتقديم حطيت اول شي الخبز، ورجعت حطيت الطاووق والكبيس الملفوف وكبيس الخيار، وعملت المايونيز كمان سويتها انا وياكم. المايونيز كمان موجودة بصفحتي جوا، والملفوف الكبيس الملفوف كمان انا مسويته كمان بصفحتي جوا بالصفحة موجود. جربوها، عملوا لايك للفيديو، عملوا اكسبلور، عملوا كومنت، وجربوها، وصحتين والف عافية.